كلمه للاهلاويه اللي فاكرين امام عاشور عمل حاجه جامده وجاب هاتريك في دوري ابطال افريقيا. كمان في دي قلوده، يعني قلنا الاحتفال بتقلد عمك احمد السيد زيزو ماشي، نقول ماشي ممكن نعديها، لكن تقلد الاسطوره بتاعتنا ناصر منسي وتجيب هاتريك؟ الاسطوره ناصر منسي عملها قبله وجاب هاتريك في مرمى المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا كمان، وساعتها خد كره الهاتريك وخد الزمالك وطلعنا من دوري ابطال افريقيا كلنا. بس ده مش موضوع انك قلدت هاتريك ناصر منسي وقلدت احتفال عمك احمد. بص الفيديو ده. مش نادي الزمالك. بص يا امامي عاشور، مش نادي الزمالك اللي انت اجر توك توك، ما كنت تجيب عربيه جيب احسن. مش نادي الزمالك اللي انت تجيب بالونه بيضه وتحطها تحت جزمتك يا امامي عاشور. يعني انت كده بتعترف ان انتوا بالونه بيضه صح؟ جزمتك يا امامي عاشور. نادي الزمالك اللي عملك، نادي الزمالك اكبر من اي حد يا امامي عاشور. احنا خليناك بني ادم يا امام عاشور، احنا اللي جوزناك يا امام عاشور، احنا اللي خلاك تحترف يا امام عاشور، صح وانت فشلت هناك يا امام عاشور وعملت كبر عشان تيجي الاهلي يا امام عاشور. كهربا ضحك عليك، كهربا مصيره ايه؟ وخلي بالك انت برضه هتمشي يا امام عاشور. شوف انت عملت ايه لنا بالجزمه واحنا هنعمل ليك باوسخ شبشب اهي. بص يا امام عاشور انت تمامك تمامك يا امام عاشور. تعالى يا بنت يتيم، تعالى اهو. بص يا امام عاشور بالجزمه البالونه بتاعتك ادي يا امام عاشور بتاعتك اهي. تعالى يا بنت، ادي يا امام عاشور. بص البت بتضحك عليها يا جماعه. عم امام عاشور اهو. انت عامل زي البالونه يا امام عاشور، انت عامل زي البالونه يا امام عاشور، مالك اهو اهو. ادي امام عاشور اهو. مفيش يا بنت. ده رسالتي ليك يا امام عاشور عشان اي حد يجي على النادي الزمالك، نادي الزمالك اكبر من اي حد يا حبيبي، تمام؟ انت عامل زي البالونه دي. محدش حتى من الجمهور بتاعكم قال لك احنا متاسفين، لا محمود الخطيب قال ولا حد اتكلم. انت كده. كفلنا وحبيبنا قال، مش ده اللي قال لشوبير قول لحد من مسؤول الزمالك يشيل صورتي مع الزمالك ولا ايه الكلام؟ كلنا نعرف البالونة لطيفة في أعياد الميلاد، في الأفراح مع الأطفال، جميلة مبهجة، لكن للأسف عمرها قصير وبتفرقع بسرعة. يعني انتوا عمركم قصير بجد؟ بسرعة. والأطفال بينسوا وبيشوفوا غيرها. بصراحة حاجات كتير في حياتنا بقت زي البالونة، ظاهرة بتظهر وبتكبر وبتكبر وبعدين بتنزل على مفيش. النهارده السوشيال ميديا اتقلبت بين جماهير القطبين. هو امام بيحتفل ليه كده؟ واشمعنى بالونه بيضه؟ المتعصبين بيقولوا يقصد فريقه القديم، والعقلانيين بيقولوا لا مش ممكن ينسى النادي صاحب الفضل عليه بعد ربنا. نقطه يعني اللي يعني الاهلي هيخطي اول خطوه في خروجه خساره من مجموعات دوري ابطال افريقيا النهارده. الاهلي هياخد اول خطوه بعد الخساره من استاد ابيجان. انا جاي لك من بقى باشا البلد وصل. حاج ابراهيم سمبل نجم العالم، الحاج ابراهيم سمبل، الحاج ابراهيم العرجاني، الحاج ابراهيم. وده كان ردي على اي حد بيتريق على النادي الاهلي، والاهلي هيفضل عمك. معلش بقى يا زملكاوي، عندي طلب ليك صغير، كفايه حرقان من امام عاشور، وما تقارنيش امام عاشور بزيزو عشان بيضايقني قوي بصراحه، لان زيزو اصلا مضيع كوره ضرب جزاء اللي هو المفضله ليه، اللي بيموت فيها، اللي ما بيجيبش جوان غير بيها، ضيعها قدام ابو قرل الاسمده اللي هو بيزرع اسمده. والناس اللي كانوا على قنوات التلفزيون كانوا بيطلعوا يقولوا زيزو يا جماعه خلاص انهى التجديد مع نادي الزمالك، ودلوقتي بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا خلاص الزمالك مش عارفين يجددوا له. ويعني مش انت كنت لسه من شويه بتقول ان خلاص جدد، جاي دلوقتي تقول خلاص الامر بقى صعب؟ ولا انت ايه بوشين؟ يعني كده زيزو اهلاوي يا وجع النفخ.